عمرك خفت تفكر؟ مش خفت تعمل حاجة، خفت تسأل سؤال. الدكتور مصطفى محمود الناس افتكرته ضل الطريق، وهو في الحقيقة كان بيدور. قبل ما الدكتور مصطفى محمود يبقى كاتب ولا مفكر ولا مقدم برنامج العلم والإيمان، كان شاب بيسأل كتير جدا، كان طبيب ناجح جدا، كان عنده عقل علمي ومنطقي جدا. الدكتور مصطفى محمود كان عنده، مش هنقول مشكلة، بس كان من الشخصيات اللي ما بتصدقش حاجة ولا بتقتنع بيها إلا لما تشوفها وتحاول تفهم تفاصيلها بعمق. في الأول كان عقل علمي وبحث، لكن بعد كده عقل علمي وقلب مؤمن. المسافة ما بينهم شعرة، رحلة شك موجعة. أهلا بيكم، أنا عبد الله مصطفى. دكتور مصطفى محمود ما كانش من الشخصيات المريحة، ولا كان سهل، ولا كان بيحب التسليم. كان بيشك وبيحلل وبيكسر المسلمات، وده للأسف كان بيخلي ناس كتير جدا تخاف منه، لأن الإنسان اللي دايما بيسأل بيهدد الراحة الكاذبة. يعني إيه؟ يعني دايما الإنسان اللي تلاقيه بينكش ويحاول يدور ويفسر كل حاجة، ده بيهدد الناس اللي بتحاول تخبي أو تداري على الحاجات الوحشة اللي جواها. طب خلينا دلوقتي نعرف إيه أبرز اللحظات الملهمة في حياة الدكتور مصطفى محمود. في فترة من حياة الدكتور مصطفى محمود شك في كل حاجة حواليه، شك في المعتقد والفكرة والمعنى، وألف كتاب الله والإنسان. الكتاب ده هز المجتمع حرفيا، وخلى ناس كتير جدا تتهمه إن هو ملحد وإن هو ضل طريقه عن الإسلام. بس مفيش حد شاف اللي جوه الدكتور مصطفى محمود. من العلم اللي عنده، هو إنسان تايه مرهق وبيدور على الحقيقة مش الشهرة. طيب إيه المشاكل اللي واجهها الدكتور مصطفى محمود؟ مشكلته ما كانتش فكرية بس، كانت عزلة وهجوم واتهام والوحدة، وأصعبهم إنك تبقى لوحدك في أي سؤال بتسأله. في ناس كتيرة جدا ما بتحبش مرحلة السؤال، ما بتحبش تروح للمنطقة دي، مش عشان غلط، لكن ده عشان الحقيقة فيه مؤلمة. الحقيقة اللي محدش بيقولها بقى. خليني أقول لك حاجة كده بصراحة، الشك مش كفر. الكفر الحقيقي ان انت توقف عقلك وتسلم بدون فهم. مصطفى محمود في رأيي ان هو كان شجاع جدا، مش عشان شك، ده عشان اخد قرار ان هو يكمل الرحلة. اللحظة الحلوة بقى في حياة الدكتور مصطفى محمود وهي لحظة التحول، اليقين. بعد سنين كتير من البحث والقراءة والتفكير، مصطفى محمود وصل للحقيقة. العلم لوحده لا يجيب، ولا الإيمان بدون عقل بيطمن. يعني العلم لوحده مش هيجاوبك على كل الأسئلة اللي انت عايز تعرفها، ولا الإيمان لوحده هيطمن قلبك ويديك الراحة اللي انت نفسك فيها. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياة الدكتور مصطفى محمود، وألف كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان. الكتاب دوت مش ألفه عشان يثبت للناس إن هو صح، لكن عشان يوضح ويعرف المفاهيم والمعتقدات اللي كانت جواه، ويقول أنا مريت من هنا. طيب إيه البصمة اللي صنعها الدكتور مصطفى محمود وما زالت مخلينا فاكرين اسمه لحد دلوقتي؟ الدكتور مصطفى محمود ما فرضش رأيه على الناس من حواليه، هو فتح باب وخلق مساحة للناس، خلى كل واحد يفكر. وبرنامج العلم والإيمان اللي كان بيعمله ما كانش برنامج ديني، هو كان حوار عقل مع كون. علشان كده فضل عايش وما زال عايش معانا لحد دلوقتي. خليني أقول لك حاجة كده بصراحة، ما بينك وما بين نفسك يمكن أنت بتشك في بعض الحاجات، أو ممكن تكون تايه وخايف كمان إنك تسأل. بس خليني أقول لك، السؤال في حد ذاته عمره ما كان غلط ايا كان السؤال ايه. الهروب هو ده اللي غلط كبير كده. خلينا بقى نعرف ايه الدروس المستفادة من كلامنا عن الدكتور مصطفى محمود. الدرس الاول، الشك مرحلة مش نهاية. الدرس الثاني، العقل عدو الجهل مش عدو الايمان. الدرس الثالث، اللي بيدور بصدق مسيره في يوم هيوصل. الخلاصة بقى يا صديقي، الدكتور مصطفى محمود توفاه الله، ربنا يرحمه، لكن الأسئلة اللي كان دايما بيدور عليها لسه عايشة لحد دلوقتي. لأن في فرق كبير جدا بين شخص ورث إجابات وشخص علم الناس إزاي تسأل. السؤال دلوقتي، أنت هتهرب من سؤالك ولا هتواجه؟ اكتب لي في كومنت إيه السؤال اللي أنت عمرك ما عرفت تسأله لحد، ولو أنت حابب نكمل السلسلة اللي ماشيين فيها دي اكتب لي تحت في الكومنتات، وأنهي شخصية الرحلة بتاعتها تحب تسمعها. الحلقة الجاية هتكون أعمق مما تتخيل. متنساش اللايك، سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنعمله. سلام.